السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صلوا على النبي يا حبايبي واذكروا الله الا بذكر تطمئن القلوب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ايه رايكم في الجمال ده؟ اتفضلوا معانا. اكله هنيه تكفي 100. لا تقولوا لي ابو طارق ولا تقولوا لي اي حد حاجه كده. اللهم بارك. كشري مصري على اصوله بالدقه الحلوه الجميله، ومعايا كده العيش المحمص، معايا كده حمص، ومعايا كده شطه كده ما اقولكوش بقى يا بنات سبايسي، والورد بتاعه اللي احنا عاملينه حاجه كده. اللهم بارك. يلا كده نبدا. بسم الله، سمي الله، صلى على الرسول. شجعيني بلايك حلو كده، دعوه حلوه من قلبك وليكي بالمثل. انا بدات اول ما ابدا الفيديو يا بنات، ده البصل بتاعي قشرته، عملته طرنشات وحطيته كده، حطيت عليه معلقتين نشا وقلبته قوي كده، وهبدا احمر بصلي الاول يا بنات قبل ما اعمل اي حاجه تحتاج مني زيت، عشان هاخد الزيت ده اعمل بيه الاكل بتاعي. كنت قبل البصل عملت العيش بتاعي زي ما انتم شايفين كده اهو، وحطيت عليه شويه كمون. عملت يا بنات الحمص عشان بياخد وقت كتير جدا، حطيته كده على النار من قبل ما ابدا في اي حاجه خالص نهائي، يستوي معايا اهو زي ما انتم شايفين كده اهو. ايه رايكم في الجمال ده؟ وسبته كده يستلق معايا وقام دخل في السوا. ملح وفلفل وكمون فقط لا غير، من غير اي افتكاسات خالص نهائي، واسيبه كده يستوي مع بعضه. وادي كده رفعت حله على النار فيها ميه، انزل فيها بتوم، انزل فيها زي ما انتم شايفين كده، وانزل فيها بليمون بحبه خل، وانزل فيها بالبهارات بتاعتي كمون، ملح ابيض فقط لا غير. بس دول الحاجات دي يا بنات مش هتحتاج معايا الزيت، فانا بدات فيهم في الاول. ادي الدقه بتاعتي اهوت، حطيت طبعا التوم وحطيت الكمون، وادي الملح بتاعي. صلوا بقى على النبي حبايبي ولا لسه؟ صلوا على النبي كده واذكروا الله، وصلي على الحبيب قلبك يطيب. حطي لي لايك من ايدك الحلوه، دعوه حلوه من قلبك وليكي بالمثل. وادي الميه بتاعتي بتغلي يا بنات، نزلت فيها بحبه ميه، انزل فيها بكيسين مكرونه، كيس مكرونه صغيره على كيس مكرونه اسباجيتا، واللي انت عاوزاه ممكن تحطي مكرونه اقلام اللي انت عاوزاه. احنا قلنا قبل كده المطبخ اختياري مش اجباري. بصوا الورد بتاعي يا بنات حاجه كده اللهم بارك ما شاء الله. يلا كده انا خلصت بقى البصل بتاعي، علقت كده زي ما انتم شايفين كده على العدس بتاعي اهو، يستوي كله كده ورا بعضه علشان ما اطولش عليكم الفيديو، بس اوريكم الغدا بتاع النهارده كان جميل وما شاء الله تحفه يا بنات. حله كده رفعتها على النار، هاخد كده كبشتين زيت، حلوه كبشتين ديت لايك بقى عشان كبشتين، و بصلايه مفرومه صغيره، وابدا اشوحها تشويحه حلوه كده، واسيبها كده تتشوح تشويحه مع بعضيها هي والزيت، ياخدوا مع بعض ودي كده اهوت. وبعد كده لما تصفر معايا، مش عايزاها تتحرق يا بنات، لما تصفر معايا انزل فيها بالطماطم بتاعتي. ايه رايكم بقى في الجمال ده هوت؟ حاجه كده اللهم بارك. بصوا ما شاء الله يا بنات، احسن نروح نشتريها من بره بالشيء الفلاني العلبه. وادي كده الطماطم بتاعتي نزلت عليها، معايا كمون، معايا شطه، معايا كزبره زي ما انتم شايفين، ومعايا طبعا شطه، عشان اللي ما بيحبش الشطه طبعا ممكن تلغي الشطه، عشان بيحبها سبايسي عاملينها مولعه يا بنات. كده سبتها تغلي اهوت ما شاء الله زي ما انتم شايفين. بصوا القوام بتاعها عامل ازاي. نقلتها بقى على عين تانية، وابدا كده اشوف المكرونه بتاعتي. انا كده بعد ما سلقتها صفيتها يا بنات وشطفتها شطفه حلوه، وانزل بالحله بتاعتي فاضيه. اول ما تبرد معايا انزل فيها بكبشتين زيت، وبعد كده انزل بالمكرونه بتاعتي يا بنت، احط عليها ملح وفلفل فقط لا غير، واديها تشويحه بسيطه كده، وارفعها من على النار. كده انا بخلص كل حاجه واحده واحده اهوت مع بعضينا. ما شاء الله بجد حقيقي. انا اروح اجيب 3 4 علب ب100 وحاجه، طب وانا ليه؟ طب ما بكيسين مكرونه وانا هعمل احلى اكل. خلصنا كده الدقه بتاعتنا او التسبيكه بتاعتنا، حله على النار، كبشتين زيت برطك وكوبايتين شعريه، عشان انا بحب الشعريه كتير جدا جدا، واعمل الشعريه مع الرز فلازم تكون باينه. كوبايتين شعريه، وابدا اشوحهم كده، تشوحوا بقى زي الفل. كوبايه ونص رز يا بنات، وانزل بيها بعد ما غسلتها وصفيتها. طبعا انا ما بجيبلكوش المقاطع اللي انا بغسل فيها الحاجه، انه انتوا ما شاء الله اشطر مني، احنا طبعا يعني ايه يعني بنستفاد من بعضنا. وانزل بالملح بتاعي، وانزل بشويه كمون على على الرز بتاعي فقط لا غير، مش هحط اي حاجه تاني. واديهم تشويحه حلوه، انزل بالميه بتاعتي واسيبه كده يستوي مع بعضه اهو. واحط بقى الميه بتاعتي، انزل بالميه بتاعتي واسيبه كده يستوي على نار هاديه يا حبايب قلبي. انا مش بحب الرز بتاع الكشري معجن او المكرونه، انا بحب الحاجه كده يكون فيها قطم يا بنات. وادي كده التسبيكه بتاعتي ما شاء الله، بصوا بقت يعني جميله. طبق حلو بقى كده. انا مش بعمل تقه الزيت، شطه الزيت لا، انا بحط صلصه كده في قلب طبق، واحط عليها معلقتين ثلاثه شطه، وبتبقى احلى شطه يا بنات بدل شطه الزيت اللي بتحرق الصدر وبتتعب طبعا، يعني مكان ما بنعملها فبتتعب جامد. فلا دي الطريقه ديت اجمل كمان واحسن. جربيها وهتعجبك جدا جدا. بلاش دقه
الزيت انك تحمريه وتحطي فيه الشطه. يلا نقدم بقى الاكل بتاعنا، قدميه زي ما انت عايزه، اختياري مش اجباري. بصوا انا بقى في الصينيه بتاعتي كله هنزل بالمكرونه بتاعتي زي ما انتم شايفين كده اهو، ما شاء الله شكله يفتح النفس يا بنات. وادي الرز بتاعي، بصوا مفلفل ازاي، والمكرونه مفلفله مش معجنه. ما شاء الله يا بنات، حاجه كده عسل وريحه يا بنات وطعم، اللهم بارك. ايه رايكم؟ ما تخليش حد يضحك علينا ونجيب العلبه بره بالشيء الفلاني، ده احنا بتلات اربع علب هنعمل وليمه قد كده في قلب البيت. وادي العدس بتاعي اهوت، ما شاء الله بصوا، ما شاء الله مفيش حاجه معجنه خالص. وادي الحمص كمان، ايه رايكم في الجمال ده؟ بصوا ما شاء الله كله كده في قلب صينيه واحده. وادي الورد بتاعي، احلى طبق ورد يا بنات، ايه رايكم في الجمال ده؟ ما شاء الله بصوا كريسبي خالص اهو. ادي العيش بتاعي، يلا بقى نحط بقى، ادي الدقه بتاعتي اهيت، وادي طبق الشطه اللي انا كنت عاملاه، وادي الحمص بتاعي، وادي التقليه بتاعته. ايه رايكم في الجمال ده؟ اتفضلوا معانا بقى، شكله يفتح النفس. ده كان فيديو بسيط من فيديوهاتي، يا رب يكون عجبكم. كده خلاص خلصنا الفيديو بتاعنا، اسيبكم في حفظ الرحمن. لايك وشير كتير عشان يوصل لك كل جديد من قناتي. بحبكم في الله، اسيبكم في حفظ الرحمن. سلام.